مساء الخير عليكم يا حبايبي. تعالوا نشوفوا احنا النهارده هنعمل ايه. الولاد حبوا ياكلوا من بره النهارده، يتعشوا سندوتشات بطاطس سوري. انا حبيت اعملها في البيت. معانا هنا دي جبنه موزاريلا الحمد، انضف نوع جبنه زي ما اوريكم كده. معايا عيش سوري، معايا بابريكا، شطه، ملح، فلفل رومي، فلفل حار. معايا بطاطس دي مقلية في الفرن بزيت قليل جدا، وابقى اعمل لكم فيديو ان شاء الله اوريكم انا عملتها ازاي. تعالوا نشوف هنعمل الساندوتش ازاي. هنمسك كده نفرده على الرخامة وهنتنيه من كل جنب تانية زي ما انتوا شايفين كده. انا مبطئه لكم الفيديو عشان ايه تاخدوا بالكم انا بعمل ايه. هرص البطاطس كده زي ما انتوا شايفين. معلش هي البطاطس سخنة لسه مطلعاها من الفرن. دي قلية الفرن، وفرنا زيت ووفرنا ان احنا ما ناخدش زيت كتير لصحتنا ويتعبنا يعني. هنرش كده رشة ملح، رشة بابريكا، رشة شطة زي ما انتوا شايفين. هنحط فلفل رومي اهو. هعمل جزء فيه فلفل رومي وفلفل حار، وجزء فيه فلفل رومي بس للي يحب. زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. هنزل بجبنة موتزاريلا اللي انا وريتها لكم. دي جبنة جميلة جدا اسمها الحمد، من أنظف أنواع الجبن الموتزاريلا، وأنا على طول بستخدمها، وأكيد حضراتكم برضو عارفينها وبتستخدموها. هنلف السندوتش كده بالراحة أهو. زي ما انتوا شايفين أنا عايزة في الآخر إن البطاطس تبقى طالعة من الجنبين زي ما هوريكم. وهرص كده في صاج الفرن زي ما انتوا شايفين. ووارد يعني إن ممكن يتقطع مننا، واحنا نلمه بطريقتنا. طبعا احنا شطار كلنا وعارفين ايدينا هتعمل ايه في الاخر لو حاجة باظت مننا. هنعيد واحد تاني كده معاكم. فردنا العيش السوري كده زي ما انتوا شايفين من كل اتجاه، من كل جنب بمعنى اصح. هناخد برضو البطاطس بتاعتنا كده، هنوزعها بالطول. هنحاول كده نوزعها بالطول زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين لونها وشكلها جميل جدا. وان شاء الله هعمل لكم فيديو هقول لكم انا عملتها ازاي وايه اللون ده. واحنا عارفين اصلا بطاطس السندوتشات السوري ما بتبقاش ناشفه، بتبقى طريه. فدي احسن طريقه اللي انا عاملاها عشان البطاطس تبقى واخده كده انها تبقى طريه ولذيذه كده. شايفين انا بعيد معاكم تاني. نزلت بالبطاطس والفلفل الرومي والفلفل الحار والجبنه الموتزاريلا، وطبعا حطيت الشطه وبابريكا وحبه ملح. هنلف تاني كده بالراحه. واحنا قلنا ما نقلقش، شايفين اصل هو وارد ان هو لان العيش رقيق جدا ان هو حته تتقطع مننا يتفك معانا. هنعمل واحد تالت كده مع بعض اهو. هنتني من كل جنب زي ما انتوا شايفين كده بالراحه. هنظبط ايدينا، واللي هتبتدي تعمل دوت مره على مره هتتعود اهو. هننزل بالبطاطس زي ما انتوا شايفين تاني كده. احنا عايزينها طوليه زي ما انتوا شايفين كده اهو. وطبعا بره مش هيحط لك كم السندوتشات دي ومش عارفين البطاطس اتعملت ازاي. طبعا عندنا في البيت في كل بيت حد كده ما شاء الله عليه يعني كده بيحب ياكل من بره ويرمرم. فانا منعت الرمرمه دي. والسندوتش اخر مره انا كنت فاكره كانوا جايبينه ب20 جنيه، اكيد مع الغلا دلوقتي زاد. فقلت بدل ما واحد فيهم ياكل ساندوتش ياكل اتنين ويكون شبع وعارف ان ماما عاملاه في البيت. ووفرنا فلوس، ووفرنا ان احنا حد عندنا يكون تعبان وعنده مشاكل في صحته بسبب الاكل بتاع بره اهو. انا عدت معاكم نفس الطريقه تاني. حطيت البطاطس، رشيت عليها حبه بابريكا، حبه شطه، حبه ملح، الجبنه الموتزاريلا، فلفل رومي، فلفل حار. وبلف معاكم اهو. شايفين بالراحه كده على قد ما تقدري بتضغطي بالراحه عليه كده. انا عايزه البطاطس تبقى طالعه من الجنبين، وفي الاخر هنشوف الشكل النهائي. زي ما انتوا شايفين اهو. انا بوريكم من الطرفين. حطيته كده في صاج الفرن. وتعالوا بقى ندخله الفرن. شايفين اهو من باين من الأطراف، وهوريكم من الأطراف التانية أهو. بالظبط كده أحلى وأطعم وأنضف من اللي احنا هنجيبه من بره لولادنا. شايفين أهو كده. أنا دخلته الفرن، هو كده في الفرن. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا اشتراك وتقولوا لي ايه رأيكم. ايه رأيكم أهو. تعالوا بقى بصوا كده أهو. أنا طلعته من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. طلعه كده وهوريكم واحد قدام عينيكم. بسم الله ما شاء الله. لحم اهو العيش بتاعنا. تعالوا نشوف هنعمل ايه.
اديني قطعتها اهو. ديت شايفين اهو. دي التومية اهو. انا حطيت لكم تومية، وان شاء الله هنزل لكم فيديو بالتومية. هو المفروض يكون فيه خيار مخلل بس انا ما عنديش. ان شاء الله لما اعمل لكم الفيديو السندوتشات السوري بالفراخ هكون عامله لكم ان شاء الله خيار مخلل فيها. وحبيت بدل ما اعمل لهم بقى الفلهم في ورقه زي بره. اسم المحل طبعا اللي عملت الجمال ده مين؟ ماما الشيف لولا. بألف هنا على قلوب حبايبي، ويا رب أكون أحسنت، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وعجبكم. مع تحياتي الشيف لولا. باي باي.